السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد مع مروان علواني. اهلا بيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده باذن الله جايب لكم بي اس دي هيحول الصوره بتاعتكم من كده لكده، وكمان هشرح كل تفاصيل بي اس دي وليه عملت كل لاير من اللايرز اللي موجوده عشان تقدر تستفاد وتتعلم منها. الفيديو ده مش للمبتدئين جدا، لازم على الاقل تبقى عارف الاساسيات او كل اداه بتعمل ايه. عشان ما اطولش عليكم يلا نروح نشوف الشرح. تمام، دلوقتي احنا نقلنا للبي سي علشان اشرح لكم البي اس دي قدامكم اهو. طبعا شايفين اللايرز وكده. طبعا لو حطيت لكم البي اس دي ده بس كده تنزلوه، وكتير جدا من الناس هيجي يشغله، انا مش فاهم اي حاجه، مش عارف ايه اللي المفروض لو عايز انقل الوان من الصوره دي انقله ايه. يعني انا مش فاهم، مش عارف استفاد ازاي من البي اس دي ده. تمام، فدلوقتي انا هشرح كل حاجه انا عملتها في البي اس دي ده. اوكي، بس طبعا مش بشكل مفصل. يعني انا مثلا عملت ليكوفاي فهقول اني عملت هنا ليكوفاي، لكن المفروض انت تكون عارف ايه الليكوفاي ده. اوكي، لو انت مش عارف فكل الحاجات او المصطلحات اللي ممكن ما تتفهمش قولوها لي في الكومنتس بعد ما نخلص، عشان دي هتبقى محتاجه فيديوهات مخصوص ليها هي بس. اوكي طيب، ندخل بقى على الشرح على طول. ادي دي الصوره بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ده السورس. اوكي، انا بس كنت معدل الكاميرا رول اول كده، حاجات بسيطه يعني. هنيجي بقى هنا على الشغل اللي في البي اس دي. اول حاجه انا عملتها في البي اس دي طبعا ان انا قصيت الاشخاص، خليتهم في لاير لوحدهم زي ما انتم شايفين كده. تمام، عملت تفريغ للاشخاص من الباك جراوند. تمام، وبعد كده دخلت على الليكويفاي، فلتر الليكويفاي ده. تمام، وبدات ان انا شديت الدريس شويه كده ان هو يتظبط سنه، بدل ما هو كده يعني يبقى مظبوط اكتر شويه. تمام، طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده هو مقصوصين لوحدهم بعيدا عن الباك جراوند. طبعا ادوات القص شارحينها كتير قبل كده، تقدر تقص من الكويك سيلكشن، تقدر تقص بالبين تول، تقدر تقص تعمل سيلكت سبجكت هنا على طول يعمل لك سيلكت سبجكت، وبعد كده تعدل التحديده بتاعتك. حاجات كتير جدا. تمام، طيب بعد ما قصيت طبعا انا اهو في الليرين دول، طبعا انا قصيت وعملت تنعيم كده خفيف للبشره بس. تمام، فريكوينسي، طبعا الفريكوينسي ليه فيديوهات كتير برضو على الشانل، عملنا فريكوينسي بعد كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده الدريس برضو ما كانش عاجبني قوي، فبدات قصيت الجزء اللي تحت ده من الدريس وعملت له وورب. تمام، كنترول تي، وبعد كده كليك يمين وورب. تقدر من هنا ان انت تحرك كل الاجزاء اللي انت عايزها. اوكي، كنسل خلاص. تمام، وعدلت الدريس بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. كده الدريس معانا بقى من كده كده. تمام، عدلت الدريس بالشكل ده. وبعد كده رحت نضفت الباك جراوند، شلت الجزء اللي كان طالع من الدريس ده. تمام، شلته بالستامب تول. والشخص اللي هنا شلته بالستامب تول برضو. طبعا على فكره ساعات الصوره دي لما نزلتها على البيج كان لسه حتى الفوتوشوب الجديد ما نزلش. طبعا الشخص ده دلوقتي بالاي اي، الشخص اللي موجود هنا ده بسهوله جدا تقدر تشيله، ان هطلع نتيجه كمان احلى من دي. انا هنا كنت شايله يدوي. اوكي، بعد كده الليرين دول انا كنت منضف فيهم برضو زي ما انتم شايفين، حاجات في الارضيه وكده. تمام، بعد كده رحت عملت سكاي ريبليسمنت. طبعا في فيديوز برضو مخصوص عندي وعلى اليوتيوب كتير السكاي ريبليسمنت لوحده. تمام، هنا من ايديت هتلاقي حاجه اسمها سكاي ريبليسمنت. السكاي ريبليسمنت فين؟ مش لاقيها. طيب ماشي، هي في ايديت هنا اهي سكاي ريبليسمنت. تمام، بس لازم تبقى واقف على الصوره عشان تجيب لك النتيجه، مش على جروب. اهو ايديت سكاي ريبليسمنت، تقدر تحط سكاي من جوه. السكاي دي انا كنت منزلها في مكتبه قبل كده كبيره على الفوتشو على القناه عندي، منزل مكتبه فيها سماوات وحاجات كتير، ففي السكاي دي. تمام، فبتقدر من جوه انت في السكاي ريبليسمنت تضيف اي سكاي من بره عندك، فضفت السكاي دي. تمام، وطبعا خففت الاوبستي بتاعها شويه عشان يديني نفس المود برضو بتاع الصوره الاساسي واخد نفس الوان الصوره. اوكي، وبعد كده رحت عملت جرادينت فيل تحت الاشخاص عشان يبدا يغمق لي الصوره من تحت كده شويه ويديني جرادينت في الصوره. اوكي، عملت جرادينت فيل ده منين؟ من هنا من الادجستمنت اهي. جرادينت من هنا هيبدا يعمل لك جرادينت فيل، تقدر تختار من هنا اللون اللي انت عايزه للجرادينت دي. انا اخترت الاسود. تمام، ومخليه 36%. اوكي، بعد كده رحت عملت الجروب ده ورميته على الباك جراوند عشان يخليها ازرق اكتر زي ما انتم شايفين كده. الجروب ده جواه ايه؟ جواه هيو اند ساتوريشن، جواه كلر لوك اب وكلر لوك اب هنا. اوكي ولو محتاج انت تنقل مثلا اللون ده على صورتك على طول مفيش اي مشكله، هتجيب اداه الموف تول من هنا، تاكد ان انت مش عامل اوتو سيلكت، عشان لو عامل اوتو سيلكت هيسحب الصوره نفسها. لا، مش عامل اوتو سيلكت، وتقف على الجروب ده مثلا لو عايز تسحبه على صورتك بتشده كده وتروح على الصوره الثانيه وتسيبه بكل سهوله. بتلاقي ان الالوان دي اتنقلت عندك هناك، مثلا بتحطها طبعا تحت الاشخاص زي ما انا عامل كده، او حسب ما انت عايز تبدا بقى وتحطها فين بالظبط في الصوره. اوكي، بعد كده انا عملت هنا لاير
جبت اللون الاخضر في البرش عادي خالص، جبت البرش واخترت اللون الاخضر، وجيت فتحت لاير فاضي، كده، وبدات ان انا ادهن النجيله بتاعتي. تمام، وخليتها كلر. اوكي، فبدا اداني الايفكت اللي انتوا شايفينه ده على النجيله كده، اداها اللون الاخضر بتاعها. تمام، وبعد كده عملت جروب تاني هنا وعملت له ماسك على النجيله بس، وبدات ان انا اعدل في الالوان بتاعته، عملت له برده كلر لوك اب. تمام، حطيت عليه كلر لوك اب هنا، وبعد كده عملت سيلكتيف كلر، عدلت في السيلكتيف كلر دي شويه، عدلت في البلاكات بس على ما اظن، عدلت في البلاكات بس حاجات بسيطه عشان يديني بس ايه اللي البلاكات لون ما تبقاش سودا خالص. زي ما انتم شايفين كده البلاكات خدت لون شويه، لون رايح للاخضر. تمام، بعد كده رحت عملت جروب تاني برضو. تمام، فتحت فيه شويه الباك جراوند، وبدات عملت فيه برضو اتنين سيلكتيف كولر. تمام، واحده هنا فتحت بيها شويه الالوانات اللي موجوده في الباك جراوند، وواحده هنا ضفت لون للشادوز، وعدلت فيها كمان اللون السيام بتاع السما دي. طبعا نفس الكلام، لو عايز تسحب الجروب ده على اي صوره تقفله كده وتروح تجيب الموف تول وتشد وترمي في الصوره التانيه. تمام، بعد كده عملت هنا براش كده، لايت براش كده، حطيتها وراهم عشان تعزلهم شويه عن الخلفيه، عشان يبقى في دبس اكتر، متحسش ان هم لازقين في الخلفيه. دي عملتها ازاي؟ فتحت لاير وجبت البراش عادي خالص، وجبت اللون الابيض هنا، وبدات ان انا عملت براش كده. تمام، وخدتها حطيتها وراهم، وبدات ان انا اعدل حجمها، كنترول تي، واعدل الحجم بتاعها زي ما انا عايز. وبعد كده ظبطت الاوبستي بتاعتها. الاوبستي كنت عاملها 5، حاجه بسيطه جدا، ما تافورش فيها عشان ما يبقاش شكلها فيك. طبعا انت مش واخد بالك منها في الصوره الاساسيه، ولكن كانت مدياك ايحاء بالدبس وبالعمق في الصوره اكتر. تمام، اللاير هنا بتاع الاشخاص التاني ده ملوش لازمه، انا كنت عامل دبل كيت كده بس. تمام، بعد كده جيت هنا عملت لاير، قللت فيه شويه اللون بتاع الفستان والبدله، كان فيه لون بسيط كده عليهم، هو كان بسيط جدا يعني، بس انا عملت سيلكت ليهم. تمام، عادي خالص، بتيجي عليهم كده كليك يمين سيلكت بيكسل عشان يسلكت الجزء اللي انت محدده هنا. تيجي بعد كده هيو اند ساتوريشن، تقدر من هنا ان انت تبدا تشيل اي لون او تعدل في اللون بتاعهم. تمام، وبعد كده شلته من على الجلد بتاعهم السكن عشان يفضل طبيعي، يقلل لي بس الالوان من البدله والفستان. تمام، بعد كده رحت عملت جروب تاني هنا. الجروب ده فيه ايه؟ الجروب ده فيه دوج اند بيرن كده على خفيف زي ما انتم شايفين، برضو عشان يدي دبس اكتر ولمعه للبشره. طبعا الصوره الكواليتي بتاعتها ما كانتش اعلى حاجه، بس كنا بنحاول نوصل بيها لاعلى ليفل ممكن يعني. تمام، بعد كده رحت عملت جرادينت تانية. طبعا الجرادينت الاولى اللي كانت تحت جرادينت فيل كانت تحت الاشخاص نفسهم عشان تغمق الارضيه، جرادينت اللي هنا عشان تغمق لي كمان الفستان ويكون واقعي اكتر مع الصوره. تمام، بعد كده عملت هنا لاير السكن بتاعي اهو. السكين كان محتاج تعديل الوان وتفتيح شويه، فعملت جروب حددت عيل السكين، وبدات ان انا ضفت لون للسكين وعدلت شويه في السكين وفي السلكتيف كولر، فتحت منها السكين شويه وهكذا زي ما انتم شايفين. طبعا تقدر لو عايز تستخدم السكين ده على الصوره بتاعتك تسحبه على الصوره على طول دايركت زي ما قلنا برضو بالموف تول، وتشيل بس الماسك ده وتعمل ماسك انت جديد وتحدده على البشره. تمام، بعد كده هنا فتحت الاسنان شويه، الاسنان دي من الاكشن بتاع الام اي ريتاتش، الاكشن بتاعي اكشن مروان علواني. كنت عامل له فيديو قبل كده، وباذن الله هكمل السلسله اللي قلت عليها قبل كده الفتره الجايه. تمام، باذن الله راجعين بفيديوز كتير الفتره الجايه باذن الله، يعني انتوا بس شجعونا كده ودعمونا، وباذن الله هيكون في شغل عالي. بعد كده عملنا دوج اند بيرن للدريس على خفيف كده عشان يديله لمعه بس بسيطه زي ما انتم شايفين كده، ويديله دبس اكتر. تمام، بعد كده عملت سيلكتيف كولر في الاخر. تمام، عدلت فيها البلاكات وعدلت فيها في الوايت، عدلت فيها في كذا حاجه عشان تديني ميرج كده لكل الشغل اللي احنا عملناه، لان انت زي ما انتم شايفين كنا شغالين على الباك جراوند لوحدها وعلى الاشخاص لوحدهم، فكنت تحس ان في برضو ايه دول في وادي ودول في وادي. فلا السلكتيف كولر دي عدلنا فيها الوايت بحيث ان الوايت كله في كل الصوره في الباك جراوند وفي الاشخاص يبقى رايح لحته معينه، والشادوز نفس الكلام، يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي الشادوز مثلا اللي في النجيله بقت رايحه اللون هو بقى جاي سنه على البدله، بقى الشادوز اللي في الوش رايحه ليه سنه. تمام، بعد كده رحت عملت جبت اللينس فلير ده عادي خالص، عملت له سكرين وبدات ان انا حطيته في الصوره بتاعتي. تمام، عدلت حجمه وحطيته في المكان اللي انا شايفه مناسب. تمام، وبعد كده جبت عملت لينس فلير انا يدوي تاني زي ما انتم شايفين كده، زي اللايت اللي عملته ورا من شويه وخففته وحطيته وراه، عشان المفروض الطبيعي ان طالما في لينس فلير يبقى في لايت حوالينه. تمام، زي وميض كده جاي حواليه. تمام، وبعد كده عملت لينس فلير تاني كده على خفيف بلون تاني مختلف علشان يعني يعمل كونتراست كده. هنا الالوان كانت رايحه للبنيات سنه، فعملت لون مزرق عشان يعني ايه نعمل كده كومبلمنتري في الالوان.
بس بكل بساطه ده كل اللي انا كنت عامله في الصوره دي، ده اللي وصلنا من الصوره دي للصوره دي. الموضوع بسيط مش صعب، محتاجك تدرس البي اس ديز اللي هنزلها. هحاول انزل كذا بي اس دي الفتره الجايه، محتاج ان انت تدرسها وتقعد تراجع فيها كده وتشوف هو انا عملت ده ليه. انا طبعا قلت بس بشكل سريع، تمام. محتاج منك عشان تدرس البي اس دي مش انك تكون مبتدئ. اوكي، اي بي اس دي انا بنزلها ما تحاولش تكون انت لسه على الله وداخل عايز تعرف ايه اللي اتعمل في البي اس دي، لا. او تشتري بي اس دي من بره لو حد بايع بي اس دي، لا، مش هتعرف تعمل حاجه. لازم تكون عندك خبرة الأول. ابدأ اتعلم كل حاجة على حدة الأول، اعرف كل حاجة بتعمل ايه وليه وامتى استخدمها. بعد كده هتجيب اي بي اس دي هتقدر تستفاد منه وهتقدر تفهم منه اي حاجة انت عايزها. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا. تابعوا باذن الله الفتره الجايه هيكون في حاجات كتير. انا عارف ان غايب بقالي فتره كبيره جدا جدا جدا، وعارف ان انا بقالي كذا فتره بغيب وبرجع اقول هعمل تاني. فالمره دي مش هقول ان هعمل تاني او هعمل امتى، بس ادعوا لي ان اقدر ان انا اوفر وقت ان اعمل فيديوز. الفيديوز بتاخد مني وقت كبير. دعموني بس وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولا اي حاجه محتاجينها ان انا اشرحها في الكومنتات، وباذن الله هعمل لها فيديوهات باذن الله الواحد الاحد. كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو وعايزني استمر ما تبخلش علينا بلايك وكومنت تقول لنا فيه رايك، ولو محتاج اي حاجه نشرحها في الفيديوهات الجايه تقدر تقولها برضو في الكومنتات. سبسكرايب طبعا تشجيع ليا وعلشان انت يوصل لك كل الحاجات الجديده وتستفاد. كان معاكم مروان علواني، السلام عليكم.